السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تلاميذ أولى باك، نهاركم مبروك. في الفيديو ديال اليوم غادي نحاولوا نهضروا على مؤلف أنتيغون، حيت كيجوني في التعاليق بزاف ديال التلاميذ عافاك أستاذ شنو هما الأسئلة اللي ممكن تحط في مؤلف أنتيغون، أولا بالأحرى إلا جاب الله تحطات لنا أنتيغون في الجهوي شنو الأسئلة اللي ممكن يعطيونا. الوغ جبت لكم واحد المجموعة من الأسئلة غنحاولوا نخدموا عليهم ونشرحوهم. تبع معايا من الأول حتى الآخر، بارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالك باش تكون الفائدة للجميع. على بركة الله نبدأ. إذا بما أننا كنخدموا المؤلف ديال أنتيغون، فأول سؤال غادي يكون qui est Jean Anouilh. شكون هو Jean Anouilh؟ Jean Anouilh est un dramaturge et écrivain français du XXe siècle. Donc Jean Anouilh هو dramaturge، يعني مولوع بكتابة القصص الدراماتيكية، ثم كاتب فرنسي ديال القرن العشرين، يعني حقبة 1900. Quand est née la pièce Antigone؟ بمعنى آخر إمتى تكتبت وإمتى تنشرت المؤلف ديال أنتيغون. Alors la pièce Antigone a été écrite en 1942، إذا تكتبت سنة 1942، représentée la première fois en 1944 وتقدمت أول مرة سنة 1944، ولكن النشر ديالها كان 1946، يعني 1946. De quoi parle la pièce Antigone؟ علاش كدوي القصة ديال أنتيغون؟ La pièce parle du conflit entre Antigone et le roi Créon autour des lois et de la liberté. إذا القصة ديال أنتيغون كدوي على واحد الصراع بين أنتيغون والملك كريون اللي هو خالها حول القانون بيان سور. ملي كنقولوا القانون اولا لي لوا فكنهضروا على القانون الالهي والقانون البشري. فالقانون او العداله الالهيه اللي كتقول خاصنا ندفنوا شي واحد الا مات، وهذا الشيء اللي كتحاول أنتيغون انها تطبقه. بينما كاين القانون البشري لا لوا ايمان، يعني ان الملك ما كيطبقش العداله الالهيه، كيطبق العداله البشريه، يعني خصو هو اللي يكون كيعاقب. ثم quel est le thème principal de Antigone؟ يعني شنو هما الموضوع الرئيسي ولا المحور الرئيسي اللي كتعالجو هذه القصة؟ Alors le thème principal est le conflit entre la loi de l'État et la liberté individuelle. إذا هنا كما شرت ليها من قبل، يعني الموضوع الرئيسي اللي كتدور حوله هذه القصة هو الصراع بين العدالة ديال الدولة والحرية يعني الفردية. ملي كنقولوا العداله ديال الدوله فهاد الشيء اللي كتحاول ان أنتيغون تطبقه، ولكن العداله الفرديه هاد الشيء اللي كيحاول كريون انه يطبقه. À quel genre appartient Antigone؟ شنو هو النوع ديال أنتيغون؟ كلكم كتعرفوا ان سي اون تراجيدي مودرن، سي اون بيس دو تياتر تراجيك، اولا كنقولوا تراجيدي مودرن. السؤال الموالي، pourquoi Jean Anouilh a-t-il réécrit Antigone؟ علاش Jean Anouilh كتب Antigone؟ Jean Anouilh a réécrit cette pièce pour dénoncer l'injustice et défendre la liberté pendant la guerre. إذا جون أنوي عاود كتب أولا كتب هذا المؤلف هذا باش يعلن لنا، باش يبين لنا بأنها ما كايناش العدالة أو كاين الظلم، ويدافع بيان سور على الحرية الفردية ديال الشخص في الحروب أولا أثناء الحروب. Qui est le personnage principal dans Antigone؟ شنو هي الشخصية الرئيسية في أنتيغون؟ Alors le personnage principal est Antigone، هي نيت أنتيغون. وشكون هي؟ une jeune fille courageuse et révoltée، واحد البنت شابة شجاعة وثورية يعني محاربة. Qui est Créon؟ شكون هو كريون؟ كريون est le roi de Thèbes et l'oncle d'Antigone، هو الخال ديال أنتيغون، هو الملك ديال المملكة اللي سميتها تيب أولا القلعة ديال تيب. Quel est le conflit entre Antigone et Créon؟ شنو هو الصراع اللي بين أنتيغون وكريون؟ Alors Antigone veut enterrer son frère alors que Créon l'interdit. إذا الصراع هو أن أنتيغون بغات تدفن خوها في حين أن كريون كيرفض بيان سور هذا الشيء. Pourquoi Antigone refuse-t-elle d'obéir à Créon؟ علاش أنتيغون رفضات أن تطيع الأوامر ديال كريون؟ Parce qu'elle veut défendre ses principes et honorer son frère بكل بساطة، لأنها بغات تدافع على المبادئ ديالها وتحقق المبادئ ديالها وترجع الشرف للأخ ديالها. السؤال الموالي، quelle est la fin d'Antigone؟ إذا باش سالت القصة ديال أنتيغون؟ Antigone meurt à la fin de la pièce après avoir défié Créon. إذا أنتيغون ماتت في الآخر ديال القصة من بعد ما تحدات الخال ديالها كريون. Quel message veut transmettre Jean Anouilh؟ شنو هو الميساج اللي بغا يوصل لنا الكاتب Jean Anouilh؟ Alors Jean Anouilh veut montrer l'importance de la liberté et du refus de l'injustice. يعني Jean Anouilh بغا يبين لنا الأهمية ديال الحرية والرفض ديال الظلم وانعدام العدالة.
Où se déroule l'histoire? فين وقعت القصة. L'histoire se déroule à Thèbes dans la Grèce antique. يعني القصة وقعت في المملكة أو في القلعة تيب وبالضبط في اليونان أو لا الحضارة اليونانية الإغريقية قديما. Qui sont les frères d'Antigone? شكون هما الإخوة ديال أنتيغون؟ Ses frères sont Polynice et Étiocle. Pourquoi Polynice n'a-t-il pas été enterré? علاش Polynice ما تدفنش ولا ما بغاش كريون يدفنو؟ Parce que Crayon le considère comme un traître لأن كريون كيعتبرو بحال شي خائن. Que fait Antigone au début de la pièce? اش دارت أنتيغون في البداية ديال القصة؟ Au début de la pièce, Antigone sort discrètement pendant la nuit. إذا Antigone خرجت في الليل باش تقلب على الجثة ديال خوها فين كاينة. السؤال الموالي. Pourquoi Antigone est-elle sortie la nuit? علاش Antigone خرجت بالليل؟ Elle est sortie pour enterrer son frère Polynice. إذا خرجت باش تحاول أو باش تدفن الأخ ديالها. Quelle scène montre le conflit entre Antigone et Ismène? فاش من scène كيبان الصراع بين Antigone وأختها إسمين. C'est la scène du dialogue entre Antigone et Ismène montre leur opposition. يعني في la scène بالضبط اللي فيها نقدر نقول لكم la scène رقم 3 أو 4 أو 3 والتكملة ديال 4 فاش أنتيغون كتدوي مع أختها وهنا بيان سور غتكون مضادة معها بحيث أن أنتيغون بغات تدفن بولينيس وأختها كتقول لها لا أو يعني كتمنعها. Pourquoi Ismène refuse-t-elle d'aider Antigone? علاش إسمين رفضت أنها تعاون أختها أنتيغون؟ Parce qu'il a peur de la mort et de la loi de Créon. لأن بكل بساطة إسمين خافت من كريون خافت من أنه يقتلها خايفة من الموت. Quelle scène montre le courage d'Antigone? اش من scène بالضبط بينات أنتيغون على الشجاعة ديالها. C'est la scène où elle avoue son acte devant Créon montre son courage. إذا بالضبط في فاس فاس ديال ما بينها وبين كريون فاش اعترفت ليه وقالت ليه راه انا اللي مشيت نحاول ندفن خويا ولكن ما نجحتش. Que demande Crayon à Antigone? شنو طلب كريون من أنتيغون؟ Elle lui demande de renoncer à son acte et de se taire. قال لها غتدخلي في حالك يعني شنو طلب منها؟ طلب منها باش تدخل في حالها وتسكت وما تقول حتى حاجه وتحاول انها تراجع على الفكره ديالها. Pourquoi Crayon veut-il sauver Antigone? علاش كريون بغى يعتق أنتيغون؟ Parce qu'elle est la fille de sa famille et la fiancée d'Aimon. بكل بساطة بغى يعتقها لأنها بنت إيديب يعني من العائلة ديالو وهو خالها et de plus لأنها الخطيبة ديال ولدو إيمون. Quelle scène montre la faiblesse de Crayon? فاش من scène Crayon حس بالضعف C'est la scène de discussion avec Antigone montre son hésitation et sa faiblesse. في la scène ديال face à face عاوتاني فاش كيدوي مع أنتيغون فاش بين ليها الضعف ديالو. Qui découvre qu'Antigone a enterré Polynice? شكون اللي اكتشف بأن أنتيغون دفنات بولينيس؟ شكون هما؟ سي لي غارد découvrent qu'Antigone a enterré Polynice. الحراس هما اللي اكتشفوها. Quel rôle jouent les gardes dans la pièce? شنو هما الدور ديال لي غارد أو الحراس في القصة؟ Ils représentent l'obéissance et l'absence de réflexion. إذا كيقدموا يعني بحال كيبينوا لينا الطاعه ديالهم الكريون واللي او تطبيق الاوامر ديالو. Quelle scène montre l'amour entre Aimon et Antigone? فاش من scène كيبان لينا الحب بين Aimon وأنتيغون. C'est la scène du dialogue entre Aimon et son père montre cet amour. بالضبط في la scène فاش كيدوي Aimon مع باه فاش قال ليه خليها عطيها باتساع اش بغيتيها وقال لي Aimon لا راه كان بغيها الى غير ذلك. السؤال الموالي. Comment réagit Crayon après la mort d'Antigone? كيفاش تفاعل كريون بعد الموت ديال أنتيغون؟ كريون reste seul et malheureux. ملي ماتت أنتيغون صافي فقد الأمل ومرض وحس بأنه وحيد. Quelle scène est la plus tragique dans la pièce? فاش من scène كتبان لكم أكثر تراجيدية وفيها المأساة والموت والحزن وتجمعوا فيها كاملين. سي لا سين دو لا مور دونتيغون اي لا بلو تراجيك. اذا في لا سين الاخرى فاش ماتت يعني في لا سين رقم 19 فاش ماتت أنتيغون فاش نقات راسها تما هذيك هي لا سين اللي اثرت فيهم جميع. كاين لو رول دو برولوغ. شنو هو الدور ديال لو برولوغ؟ لو برولوغ ديالنا غير كيقدم لنا الشخصيات بريزونط لي بيرسوناج اي انونس لا فان تراجيك ودوالينا على النهايه المأساويه. Quelle scène montre l'opposition entre bonheur et liberté? فاش من scène كيبان لنا تناقض أو تضاد أو تعارض بين السعادة والحرية.
هي لا سين دو ديالوغ اونت كريون اي انتيغون. عاوتاني لا سين فاش كيدوي كريون مع انتيغون مونتر سيت اوبوزيسيون، كيبين لينا هاد التضاد هذا. Pourquoi Antigone refuse-t-elle le bonheur proposé par Crayon? علاش Antigone رفضات كلمة السعادة اللي قال لها كريون؟ Parce qu'elle préfère mourir avec dignité، لأن Antigone فضلت أنها تموت بكل كرامة. Quelle scène montre l'opposition؟ هذه شفناها. Voilà, السؤال الموالي. Quelle scène annonce la catastrophe finale؟ اش من scène فاش كاينه الكارثه اللي وقعت في الاخر. لو prologue annonce dès le début la catastrophe finale. اذا لو prologue راه من بدايه القصه دولينا على النهايه ديال القصه باش غتسالي، وفعلا داكشي اللي قال هو اللي طرا. Comment se termine la pièce؟ باش سالت la pièce. La pièce se termine par la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice. إذا لا سين ديالنا سالت بموت أنتيغون وإيمون وحتى الأم ديال إيمون أوريديس. Quelle scène montre la solitude de Crayon؟ فاش من سين كاينه الوحدانيه ديال كريون؟ هي لا سين الاخرى، لا سين فينال qui montre bien sûr la solitude de Crayon après tous les décès، من بعد ما مات مرتو ولدو وانتيغون. هنا هاد لا سين هادي بالضبط كتبين الوحدانيه ديال كريون. نتمنى تكونوا فهمتوا، ونتلاقاو في مؤلف اخر باذن الله. السلام عليكم.